انظروا إلى هشاشتها. حلويات العيد 2025 حلوى التمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة ليناتيوب أرحب بكم وأشارك معكم في إطار حلويات العيد 2025 حلوى التمر. فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من إعجاب للفيديو ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل إلى عدد كبير من الجمهور، فالدال على الخير كفاعله. إذا كان يهمكم الأمر فلنمر إلى الفيديو مباشرة حتى نتعرف على تفاصيل حلوى التمر وأسرار نجاحها. وأعيد الترحاب بمتابعي الأعزاء الأوفياء الأفاضل، وكذلك الجدد الذين انضموا حديثا إلى قناتي. ما عليكم إلا الاشتراك في القناة بتفعيل الجرس على خاصية الكل حتى تتوصلوا بجديد الفيديوهات. بسم الله على بركة الله. عندي رشة ملح وربع كيلو زبدة للتوريق وأربع معالق من السكر الناعم. وبما أن الجو بارد فإن الزبدة ما زالت صلبة رغم أنها كانت خارج الثلاجة. سأبشرها في المبشرة كما ترون، وبعد ذلك أمزجها مع السكر جيدا. أضيف كأس غير مملوء من الزيت النباتي بصنف كأس العنبة، كأس إلا ربع كما ترون، وأمزج جيدا. الخليط أصبح مثل المرهم أي بوماد. سأضيف كيس من سكر الفانيلا بوزن 8 جرام بنكهة البرتقال وأمزج جيدا. ثم أضيف 4 جرام من خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة، وأمزج جيدا. أضفت كأس زبادي أو ياغورت بوزن 110 جرام بنكهة الموز لأنه لم يتوفر عندي نكهة الفاني. وبعد أن امتزجت العجين جيدا سأبدأ بإضافة الدقيق تدريجيا، لا أضيفه دفعة واحدة ولكن تدريجيا عبر مراحل. وكمية الدقيق المستعملة تبقى حسب نوعية الدقيق وقدرتها على امتصاص السوائل. وأكمل إضافة الدقيق وجمع العجين حتى تصبح عجين متماسك ورطب. بعد أن أصبحت العجين متماسكة وطرية ولا تلتصق باليدين، لاحظوا هشاشتها. سأتركها جانبا وأجهز عجوة التمر. عندي نصف كيلو من عجوة التمر، أضفت عليه ملعقة صغيرة من الزبدة وملعقة صغيرة
قرفة لكنها لم تظهر، وأضيف كيس من سكر الفانيلا بوزن 8 جرام وبنكهة زهرة البرتقال، ثم أمزج المكونات جيدا حتى تنسجم مع بعضها. وهذا هو المرشم أو الطابع الذي سأشكل به حلوى التمر بأشكاله المختلفة حسب الذوق. بدأت بتشكيل أحجام من عجوة التمر على شكل القالب أو الطابع أو المرشم، وبدأت بتشكيل حبات الحلوى حتى أكملت الكمية كلها التي وضعتها في صينية الفرن أو اللاطة كما نسميها بالدارجة المغربية. هذه الطريقة المثالية لتحضير حلوى التمر. لاحظوا الطريقة معي سهلة وممتعة، ليست مملة. أستمر على هذا الوضع حتى أملأ صينية الفرن وأدخلها إلى الفرن حتى تطهى أو تنضج وأخرجها. ويجب إدخال صينية الفرن إلى الفرن وهو ساخن من قبل، ليس باردا. بعد أن نضجت الحلوى أخرجتها من الفرن، تحمرت جيدا. سأضع عليها السكر الناعم، أرش السكر الناعم فوق حبات الحلوى لإعطائها شكلا مميزا وجميلا. وبعد أن تبرد قطع أو حبات الحلوى نضعها في علبة لتكون حاضرة في فطور عيد الفطر 2025. أتمنى أن تعجبكم طريقتي في تحضير حلوى التمر وتطبقوها حرفيا حتى تنجح معكم كما نجحت معي. ولا تنسوني من تعاليقكم المحفزة والمشجعة وإعجاب للفيديو ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل إلى عدد كبير من الجمهور. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى الفيديو المقبل.